المنتخب التونسي يواجه غينيا الاستوائية في ملعب ملبو، مباراة قد تكون مباراة التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 في صورة انتصار المنتخب التونسي. قبل ما نحكيو على الأرقام المباراة هذه وعلى تاريخ المواجهات والتشكيلة المحتملة للمباراة هذه، إذا مش عامل متابعة للصفحة متاعي أمير ليجوند أعمل متابعة، حط لايك، حط كومنتير باش يوصلك الجديد عن أخبار الكرة والرياضة بصفة عامة. تونس تواجه غينيا الاستوائية في مالابو على الساعة 2 بتوقيت تونس، منقولة على الوطنية الأولى، مباراة الانتصار فيها التأهل رسميا لنسور قرطاج إلى نهائيات كأس العالم 2026. حاليا تونس في 7 ماتشات 6 انتصارات وتعادل مسجل 12 هدف وبشباك نظيفة، المنتخب الوحيد في التصفيات اللي حافظ على نظافة شباكه. تاريخ المواجهات ما بين تونس وغينيا الاستوائية 6 انتصارات لتونس، تعادل وحيد و3 انتصارات لغينيا الاستوائية. تقريبا التشكيلة هي بيدها اللي واجهت بوتسوانا، تقريبا التشكيلة ممكن نشاهدوا 2 إلى 3 تغييرات على التشكيلة اللي نزلت أمام بوتسوانا. ننتظروا اللقاء، ننتظروا الانتصار، وننتظروا إن شاء الله التأهل رسميا لنسور قرطاج وللمنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2026 إن شاء الله. غدا نفرحوا التوانسة الكل بالتأهل للمرة السابعة للمنتخب التونسي إلى نهائيات وإلى مونديال أمريكا 2026.